ازاي تقدر تنجح اي بيزنس انت داخل فيه جديد. هم 6 اسئله، لو انت جاوبتهم صح وغطيت ال6 اسئله دول بشكل مظبوط اضمن لك بنسبه تتعدى ال 95% طبعا باذن الله اولا واخيرا ان البيزنس بتاعك ناجح يعني ناجح. لكن في الاول في الاخر خلينا نتفق ان نجاح اي شيء من عدمه دي حاجه في ايد ربنا وحده. كل اللي احنا في ايدينا نعمله هو ان احنا ناخد بالاسباب. عشان كده الفيديو ده جاي اكلمك على 6 اسئله دول، جاي اوضح لك ايه هم، جاي اكلمك عليهم بالتفصيل، وفي نفس الوقت في معلومه مهمه جدا حطها في عقلك ان ال6 اسئله دول كده عاملين زي الدايره. يعني هي دايره، الدايره بتتقفل لما السؤال السادس بنبقى هنجاوب عنه باذن الله او هنتكلم فيه. فعشان كده خليك متاكد انك تكمل الفيديو للاخر عشان تبقى الصوره واضحه لك تماما. من غير ما نضيع وقت خلينا على طول نخش في الاسئله. اول سؤال معانا لازم تساله لنفسك قبل اي شيء، مش معنى البيزنس ده؟ ايه سبب اختيارك للبيزنس ده دونا عن اي بيزنس تاني؟ لو لقيت اجابتك عن السؤال ده هي فقط بتعتمد على حاجات عاطفيه زي فكره انا بحب البيزنس ده، دي الحاجه اللي كان نفسي اعملها من وانا صغير، او دي الحاجه الوحيده اللي انا بفهم فيها، او ايا كانت ايه هي الاسباب العاطفيه، تمام، ايا كانت اصل صاحبي دخل في البيزنس ده وشفته بيكسب فانا قررت اعمل زيه، ايا كان ايه هو السبب العاطفي. لو لقيت فقط اجابتك ل السؤال الاول هو سبب اختيارك للبيزنس ده فقط اجابه بتعتمد على العاطفه، مش حاجه ليها علاقه بالارقام، مش حاجه ليها علاقه بالاحصائيات، مش حاجه ليها علاقه بالمنطق، مش حاجه ليها علاقه باحتياج السوق، خليك عارف ان البيزنس اللي انت داخل فيه ده غلط. فلازم الاول تبقى فاهم كويس ايه هو سبب اختيارك البيزنس ده دونا عن اي بيزنس تاني موجود. ولو كانت اجابتك للسؤال الاولاني معتمده على منطق مش بتعتمد بس على فكره عاطفه، فده ينقلنا للسؤال الثاني وهو ايه هي التارجت اودينس او ايه هو التارجت اودينس والماركت شير بتوعك. يعني ايه هي الفئه المستهدفه وحصتك من السوق. عشان ادي لك مثال على طول اوضح بيه الموضوع، لو انت قررت تفتح سوبر ماركت على سبيل المثال لازم تفهم كويس مين هم الفئه المستهدفه بتوعك. الفئه المستهدفه هي الناس اللي ساكنه في المنطقه حواليك، صح؟ طيب الماركت شير هنا ايه؟ اللي هو حصتك من السوق. في كام سوبر ماركت هنا فاتح؟ 1 ولا 2 ولا 100؟ لازم تفهم الحاجات دي كويس، عشان لو انت رحت في مكان على سبيل المثال في اوريدي سوبر ماركت كتير جدا كذا واحد فاتح، مفيش داعي تفتح انت في المنطقه دي. والعكس لو لقيت منطقه فاضيه وفي نفس الوقت قصدي منطقه ما فيهاش كتير سوبر ماركتس وفي نفس الوقت في ناس كتير ساكنه في المنطقه، فدي منطقه حلوه جدا ان انت تاخد فيها. وكذلك الموضوع ده التارجت اودينس والماركت شير طبقه على اي حاجه. لو انت بتبيع برودكت اونلاين لازم تفهم ايه هو التارجت اودينس بتاعك، ولازم تفهم برده كذلك ايه هو الماركت شير بتاعك. لو انت جاوبت على السؤال الثاني وعرفت ايه هي الفئه المستهدفه وحصتك من السوق، فده ينقلنا للسؤال الثالث وهو ايه هي الحاجه اللي المنافسين بتوعك مش بيقدموها انت تقدر تقدمها. لازم لما تيجي تفتح بيزنس تعرف تشوف السوق حواليك عامل ازاي، تعرف المنافسين ليك بيعملوا ايه، وتقعد تفكر كويس ايه الحاجه اللي هم مش بيعملوها انا اقدر اعملها. وعلى فكره الحاجه دي مش لازم تبقى منتج جديد، مش لازم تبقى اي حاجه، ممكن تبقى فكره الاداره، ممكن يبقى الناس اللي حواليك او الكومبيتيتورز اللي حواليك مش ناجحين في فكره الاداره، او ممكن في حد ناجح انت تقدر تعمل زيه. بس لازم تقعد تسال نفسك السؤال ده، ايه العيب اللي موجود في الكومبيتيتورز بتوعي؟ ايه العيب اللي موجود في المنافسين؟ ايه الديفكت او ايه النقص اللي موجود في المنافسين انا اقدر اقدمه للجمهور بتاعي؟ لان احنا الاثنين بنستهدف نفس الجمهور. ايه اللي هيخلي الناس دي تجيلي دونا عن باقي الناس؟ لازم يبقى في نقطه انا بقدمها زياده. النقطه الزياده دي زي ما قلت مش لازم تبقى منتج، مش لازم تبقى خدمه زياده، لا، ممكن تبقى فكره الاداره. ممكن الناس دي عندها مشكله في الاداره، الناس دي عندها مشكله في التواصل، الناس دي عندها مشكله في الماركتنج، الناس دي عندها مشكله معينه، انا هخش في السوق ده هحاول احل المشكله دي، فده اللي هيميزني عن باقي المنافسين بتوعي. رابع سؤال معانا لازم تساله لنفسك كويس كده وانت قاعد تفكر في الموضوع، ايه ابسط شكل ممكن اخش بيه يخليني ادفع اقل تكاليف؟ يعني الناس كلها لما بتبتدي بتخش في بيزنس مش فاهمه الجمله دي. البيزنس حاجه بتدخل في جيبك فلوس، مش حاجه بتاخد منك فلوس، لازم نفهم كده كويس. لكن في نفس الوقت في كل بيزنس في حاجه اسمها الشكل المينيمم، الحد الادنى. لو انا عملت يعني اقل منه او انا ما عملتش الحد الادنى ده هبان قدام الجمهور بتاعي ان انا حد واقع. يعني على سبيل المثال لو انت حد بتبيع برودكت اونلاين مفيش اي داعي انك تبتدي خالص تاخد مكتب وتاخد وبعد كده تشطب المكتب وتجيب موظفين وتعمل كل الحاجات دي. انت اوريدي بتبيع برودكت اونلاين، ايه فايده انك تاخد مكتب وتقول انا عندي مكتب؟ ايه فايده المصاريف اللي ملهاش لازمه؟ فلازم تقعد مع نفسك كده وتفهم كويس البيزنس اللي انت داخل فيه، وتفهم كويس ايه ابسط شكل تقدر تخش بيه، ايه ابسط تكاليف تقدر تدفعها عشان خاطر
في الاخر توفر على نفسك، عشان في الاخر لو حصل والبيزنس بتاعك ما مشيش ما تكونش دفعت مصاريف على الفاضي. ولو انت جاوبت على السؤال الرابع وبقيت عارف ايه هو ابسط شكل انت او اقل تكلفه انت مطلوب منك تدفعها عشان خاطر تخش في البيزنس بتاعك او عشان خاطر تبتدي البيزنس بتاعك، ده ينقلنا للسؤال الخامس، وهي حاجه مهمه جدا لازم تفهم المصطلح ده، مصطلح الار او اي، مصطلح الريتيرن اون انفستمنت، يعني العائد من الاستثمار. لازم اي بيزنس وانت داخل فيه تبقى فاهم العائد من الاستثمار بتاعك قد ايه. هو ده البيزنس، ده البيزنس هو عباره عن كده، عباره ان انت على سبيل المثال انا هدفع دلوقتي مثلا في الشهر 1000، في اخر الشهر هيجي لي كام صافي؟ انا مش فارق معايا هيجي لي كام صافي، تمام؟ صافي. انا دفعت 1000، في الاخر هيجي لي 1500، يبقى المكسب بتاعي 500، تمام؟ يبقى في الحاله دي الريتيرن اون انفستمنت بتاعي هو 50%. انا بكسب 50% من اللي انا بدفعه، انا بكسب 20%، انا بكسب 15%. لازم تفهم كويس قوي ايه هو العائد من الاستثمار بتاعك، او ايه هو العائد المتوقع من الاستثمار بتاعك. لو انت داخل في حاجه جديده خالص لازم برضو تبقى فاهم كده انا هدفع قد ايه وانا منتظر قد ايه، لان من غير النقطه دي مفيش داعي خالص انك تخش في البيزنس. لو انت مش عارف تجاوب على السؤال الخامس ده ما تخشش في البيزنس غير لما تبقى عارف تجاوب على السؤال ده كويس جدا، لان من غير السؤال ده هتلاقي اساسا كل حاجه تانية باظت. ولو انت جاوبت على السؤال الخامس وبقيت عارف الار او اي او العائد من الاستثمار للبيزنس بتاعك، فده ينقلنا للسؤال السادس والاخير، وهي فكره ايه هي الحاجات اللي ممكن تسبب فشل المشروع بتاعك. ايه هي النقط اللي ممكن تسبب فشل البيزنس بتاعك؟ لازم تقعد مع نفسك كده وتفكر انا دلوقتي داخل في بيزنس، ايه الحاجه اللي ممكن تخلي البيزنس بتاعي يفشل؟ ايه النقط اللي ممكن تكون سبب ان البيزنس بتاعي بعد الشر يعني يقع؟ لازم تفهم النقط دي كويس، ولازم تفكر فيهم نقطه نقطه، ولازم تلاقي حلول للمشاكل دي قبل اي حاجه. اكيد لما هتخش في البيزنس هتلاقي نقط تانية، هتلاقي حاجات تانية جديده خالص ما كانتش لا على البال ولا على الحسبان بتطلع لك، بس اتليست انت لازم قبل ما تبتدي اي بيزنس، قبل ما تخش في اي بيزنس، لازم تسال نفسك السؤال ده: ايه الحاجات او ايه النقط اللي ممكن تكون سبب في فشل البيزنس بتاعي؟ تاخد نقطه نقطه من النقط اللي انت قعدت كتبتها او انت قعدت فكرت فيها او ايا كان، وتشوف هل النقط دي ليها حلول ولا لا. لازم تلاقي لها حلول. لو انت لقيت في نقط ملهاش حلول والنقط دي ممكن تكون سبب فشل البيزنس بتاعك، فما تخشش في البيزنس ده اساسا. لازم تبقى فاهم كده كويس. ومش عايز اخش في تفاصيل عشان مش عايز اطول على موضوع الحلقه، يعني مش عايز اطول في وقت الحلقه، ممكن ابقى اتكلم عليها حاجه تانية، بس لازم تفكر بالطريقه دي وبعد كده هبقى اشرح لكم بالتفصيل. لازم تقعد مع نفسك تفكر ايه النقط اللي ممكن تسبب فشل البيزنس بتاعي، اكتبها. هل النقط دي ليها حل ولا لا؟ لو ما لهاش حل ما تخشش في البيزنس، لان اي بيزنس انت داخل فيه لازم تبقى حاطط في عقلك النقطه دي، نقطه الخروج. لازم تبقى اي حاجه بتحط رجلك في اي مكان لازم تعرف ازاي اخرج. دخلت مول لازم تفهم ازاي تخرج منه، ما ينفعش تخش مول وانت مش عارف ازاي هخرج من المول، صح؟ ما ينفعش تخش في موضوع انت مش عارف ازاي تخرج من الموضوع. اي حاجه في الدنيا لازم تحط في عقلك النقطه دي. هتخش في موضوع لازم تعرف ازاي تخرج منه، فلازم تبقى فاهم انت كويس ايه هي نقطه الخروج ليا من الموضوع. ايه الحاجه اللي انا لو حصلت انا لازم خلاص هوقف البيزنس ده، انا مش هكمل اكتر من كده. هيبقى اللي بيحصل بعد كده استنزاف لوقتي، واستنزاف لفلوسي، واستنزاف لطاقتي، واستنزاف لذهني، واستنزاف لكل حاجه. فلازم تفهم نقطه الخروج. عشان تفهم نقطه الخروج لازم تجاوب على الاسئله اللي انا قلتها لك دي، ايه هي اسباب ايه او ايه هي النقط اللي ممكن تسبب فشل المشروع بتاعك. وعشان نلخص موضوع الحلقه، في الفيديو ده كنت بتكلم ازاي تقدر تنجح اي بزنس انت داخل فيه جديد. هم 6 اسئله عاملين زي الدايره كده بتتقفل بالسؤال السادس. لو انت جاوبتهم صح باذن الله البيزنس بتاعك هينجح. اول سؤال معانا هو ايه سبب اختيارك للبيزنس ده؟ لازم يكون سبب اختيارك مش معتمد فقط على عاطفه، يكون سبب معتمد على ارقام واحصائيات علميه. ثاني سؤال معانا هو لازم تفهم كويس ايه هي الفئه المستهدفه وحصتك من السوق. ثالث سؤال هو كان عباره ايه هي الحاجه اللي انت تقدر تقدمها المنافسين بتوعك ما بيعرفوش يقدموها، وزي ما قلت الحاجه دي مش لازم تبقى خدمه، ممكن تبقى حاجه ليها علاقه بالاداره. السؤال الرابع معانا هو فكره لازم تفهم كويس ايه ابسط شكل تبتدي بيه المشروع، يعني ايه هو اقل تكلفه تقدر تدفعها عشان خاطر البيزنس بتاعك يبان مظبوط. مفيش داعي ابدا في الاول تدفع مصاريف كتيره وانت لسه البيزنس ما دخلكش فلوس. خامس سؤال معانا هو انك لازم تبقى فاهم كويس ايه هو الار او اي او العائد من الاستثمار للبيزنس اللي انت داخل فيه. سادس سؤال والاخير معانا هو كان عباره عن لازم تعرف كويس ايه هي النقط اللي ممكن تكون سبب في فشل المشروع بتاعك. لازم تعرف النقط دي كويس، لازم تلاقي لها حل. لو انت لقيت لها حل كمل في المشروع، لو انت ما لقيت لهاش حل وانت لسه ما دخلتش في المشروع فما تخشش في المشروع من اوله. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى يا رب يكون باذن الله الفيديو مفيد، واتمنى الفيديو يكون عجبكم. ولو لقيتوا الفيديو مفيد شيروه مع الناس، وما تنسوش بقى تعملوا باقي الحاجات من لايك وسبسكرايب للقناه. وزي كل مره في اخر كل فيديو خلي بالكم على نفسكم وخلي بالكم على الناس اللي بتحبوهم، واشوفكم في فيديو جاي باذن الله. سلام.